اسمي لين، ومؤخرا بمر بحاجات غريبة شوية. بصراحة أنا حاسة إن في حاجة مش طبيعية بتحصل، وممكن أكون متبهدلة من حاجة غامضة. الموضوع بدأ السنة اللي فاتت لما صاحبتي جت تزورني وتقضي الليلة معايا. كانت منزلة على موبايلها تطبيقات للتبع الأشباح. طبعا أنا ما كنتش مؤمنة بالكلام ده، بس قلت ماشي، نعمل حاجة ممتعة. بعد ما لعبنا شوية بالتطبيقات، طلعنا بردود تقليدية واضحة إنها معمولة ضمن برمجة التطبيقات نفسها. زهقنا في الآخر وقررنا نعمل حاجة تانية. لما جه وقت النوم قررنا ننام في الصالة. كنت نايمة وفجأة صحيت على صاحبتي وهي بتقوم تروح الحمام. ما حبيتش أفكر في حاجة ورجعت أحاول أنام. لما رجعت من الحمام قعدنا نتكلم شوية، لكن اللي حصل بعد كده كان غريب جدا. بعد حوالي 5 دقايق سمعت صوت الحنفية في الحمام مفتوحة بالكامل. خلي بالك أنا ساكنة في بيت صغير والجدران بتسمع، فالصوت كان واضح جدا. قمت أشوف يمكن بيتخيل لي، لكن لما وصلت للحمام كان فعلا الصوت حقيقي. رجعت لصاحبتي وسألتها لو نسيت الحنفية مفتوحة. ردت وقالت لأ، وافتكرت إنها قفلتها كويس. كنت متلخبطة، لأن أمي وأبويا عندهم حمامهم الخاص وما بيستخدموش ده، وأختي الصغيرة ما كانش ينفع تكون هي، لأن الأرض بتزيق لما حد يمشي عليها. في الآخر أنا وصاحبتي قلنا ننسى الموضوع ونفكر فيه الصبح. لما صحيت صاحبتي كانت قلقة وقالت لي مبارح صحيت حوالي الساعة 4 الفجر على إحساس غريب، كأن في حد تاني غيرك دخل الأوضة. لما بصيت حواليا شفت ظل لشخص واقف جنبك وكان بيبص عليك. كنت خايفة جدا أصحيك، فقررت استخبى تحت البطانية. ولما بصيت تاني ما كانش فيه حاجة. فضلت صاحية من وقتها مرعوبة. حاولت أفسر اللي حصل بأي طريقة، لكن صاحبتي كانت مصممة على اللي شافته. لما أهلي صحوا حكينا لهم اللي حصل، لكن طبعا ما صدقوش. من وقتها وأنا بسمع حاجات غريبة، زي صوت أختي بتناديني بالليل، ولما أروح أشوف مفيش حد. كمان شفت كرات ضوئية وأشكال بيضة وسودة بتتحرك بسرعة في الأوضة وتختفي في الحيطان. وأخيرا حسيت السرير بيتحرك وأنا نايمة على جنبي، كأن حد قاعد جنبي على طرف السرير. نفسي أحكي لأهلي، لكن عارفة إنهم مش هيصدقوني، ومش عارفة أعمل إيه. خايفة الموضوع يتطور ويبقى عنيف أكتر. بصراحة حاسة إننا زعلنا روح أو حاجة في الليلة دي. ده اللي حصل لما كنت بتعلم السحر في الكلية. لقيت شخص على تطبيق بيقول إنه يقدر يعلمني السحر. رحت بيته، وكان شكله كأنه ما استحماش بقاله أيام، لكنه كان لابس زي الساحر. أول ما دخلت وراني خدعة بالكروت بحماس، وفرش 7 كروت قدامي وطلب مني أختار واحدة. اخترت كارت من غير تفكير وطلع لي الكارت، لكن الكارت كان غريب، عليه رسومات بدل الأرقام. لما ركزت شفت رسمة قبضة مرسومة عليه. فجأة ضربني بقبضة إيده على صدري، وكان لابس خواتم حديد. صرخت من الألم وسألته إيه اللي بيعمله. رد بكل برود: أنت اخترت كارت القبضة، عشان كده خدتها. دلوقتي اختار كارت تاني. من اللحظة دي الخوف سيطر عليا تماما. صرخت فيه يوقف، لكنه فرش الكروت تاني قدامي وقال: سحر الكروت، لازم تختار كارت عشان نخلص. في الآخر اخترت كارت ووراه لي بابتسامة. الكارت كان عليه رسمة عظمة. ابتسم وقال: أوه، اخترت كارت كويس. كنت مذهولة، وفجأة راح وجاب مطرقة ضخمة. ضرب بالمطرقة عليا، لكن بسرعة اتحركت عشان اتفادى الضربة، وشفت المطرقة بتخبط في الحيطة بصوت عالي جدا. التراب طلع وحسيت إن البيت بيتهز. قال لي: أنت اخترت كارت العظمة وأنا هكسر عظامك. كنت مرعوبة جدا. الراجل ده كان مجنون. ده مش سحر، ده جنون. حاولت أهرب، لكنه فضل يطاردني بالمطرقة وأنا أصرخ وأطلب منه يوقف. بعدين قال لي: عايز خدعة تانية؟ طيب اختار كارت جديد. فرش الكروت قدامي تاني وأنا كنت بصرخ بجنون. هو صرخ فيا وقال لي أسكت، وأنا فضلت أصرخ على أمل إن حد يسمعني، لكن محدش جه. في الآخر رجليا ما قدرتش تشيلني ووقعت على الأرض. قرب مني وقال لي: ليه؟ ده مجرد سحر. قال لي: طيب هعلمك السحر بعد خدعة الجرح دي، وهوريك حاجة ممتعة، استنى شوية. ماسك موبايله ووراني فيديو. كنت مش قادرة أتنفس. في الفيديو كان في راجل بينزف وبيصرخ من الألم. الساحر المجنون ده كان بيربط جسم الراجل وبيشد رجليه بجنون، وهو بيصرخ إنه هيوريه خدعة سحرية تخليه أطول مرتين. الراجل كان بيصرخ بجنون:
بعدين الساحر مسك المطرقة وضرب ركبة الراجل. ما قدرتش أكمل الفيديو، كان مرعب جدا. الساحر فضل يضحك وهو مستمتع. قال لي: إيه رأيك؟ الراجلين فعلا طولوا في الآخر. مش عايز تشوف النتيجة؟ يلا شوف الفيديو بسرعة. فضل يزق الموبايل عليا عشان أشوف الفيديو. جريت بعيد وسمعت صوت صفارة عربية الشرطة من بعيد. وش الساحر اتغير وبقى شاحب، وخرج بسرعة وركب عربيته وهرب. الشرطة وصلت بعد شوية وطردت الساحر وقبضت عليه. اعترف إنه قتل 3 أشخاص واعتدى على العشرات. من وقتها وأنا مش قادرة أخرج من البيت.